من التمارين اللي ساعدت البيشنت اللي اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات هي تمارين الموتور كنترول. التمارين دي الهدف منها ان احنا نستهدف العضلات العميقه المسؤوله عن التثبيت والاستابيليتي بتاعه العمود الفقري بتاعه. بما ان البيشنت ده كان في مرحله ادفانسد شويه من المشكله بتاعته، بدانا نشتغل على الجلوبال ستابلايزر ماسل اللي هي العضلات المسؤوله عن جزء من الحركه وجزء من تثبيت العمود الفقري، دي زي الاوبليكس والجلوتيوس ميدياس والكوادريتس لومبورم والاريكتور سباين. اول تمرين عملناه هو البيرد دوج اكسرسايز، عملناه في شكل استابيليتي. التمرين ده لازم تبقى واخد بالك من حاجه مهمه جدا ما بنشوفهاش خالص في الجيم. التمرين ده اصلا غرضه الاستابيليتي، فانت بتعمله مش محتاجين خالص ان ظهرك يتمرجح بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. كل اللي محتاجه منك في التمرين ده ان مع حركه ايديك ورجليك انك تتشالنج ان ظهرك اصلا ما يتحركش، مش محتاجين مرجحه. تاني تمرين هو الاوبليكس اكتيفيشن، واحنا هنا بنعمله ان احنا نشغل العضله بايزومتريك هولد برضه عشان الاستابيليتي وعشان الاوبليكس تحديدا من ضمن العضلات المهمه جدا المسؤوله عن تثبيت العمود الفقري، وهي من ضمن الجلوبال ستابلايزر ماسل. بعد كده ممكن ندخل تمرين مهم جدا وده هيساعدنا على حاجات كتير قوي، اننا نشغل البلفيك فلور ماسل مع الجلوبال ستابلايزر ماسل. البلفيك فلور ماسل دي اللي هي العضلات بتاعه الحوض، والجلوبال ستابلايزر دي اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي. التمرين ده بنعمله ان انت تكون نايم على ظهرك وحاطط بند حوالين ركبتك وبتبدا تزق على البند بالشكل ده. بعدها بتبدا تشد عضلاتك كانك بتمنع خروج البول، كمان بتبدا تشد الكور بشكل خفيف، كل ده مع المحافظه على التنفس الطبيعي بتاعك شغال بشكل منتظم. بعدها بتبدا ترفع وسطك والحوض من على الارض مع المحافظه على الشد ده. في الفيديو ده قلنا تمارين ممكن تساعدك لو عندك انستابيليتي وطرقعه مصاحبه بوجع في ظهرك. الفيديو الجاي هنتكلم عن التمارين اللي ممكن تساعدك وتحسن لك الموبيليتي والفلكسبيليتي بتاعت الهيب بشكل اكتر. ولو ما شفتش الفيديو الاولاني ارجع شوفه واستنى الفيديو اللي جاي واكتب لي كومنت قول لي لو عندك نفس المشكله، هنقدر نساعدك.